فانت لو كنت طالع قبل الماتش تقول ان النادي العين هيكسب النادي الاهلي وهنعمل وهنودي والكلام ده، فانا طالع اقول لك اللي انت يا عيني يعني غلبان ومسكين وبيضحك عليك بسرعه. طبعا النادي الاهلي كسب نادي العين 3-0. تمام. فانا في الفيديو ده مش طالع اقول لك بقى النادي الاهلي جامد ومش عارف ايه، انا طالع اقول لك حاجه بس جزئيه بسيطه لجمهور نادي العين. لجمهور نادي العين والشعب اللي بيحب نادي العين. طالع اقول لك ان انتوا بتضحك عليكم بسهوله قوي. بتضحك عليكم بسهوله. فانت لو كنت طالع قبل الماتش تقول ان النادي العين هيكسب النادي الاهلي وهنعمل وهنودي والكلام ده، فانا طالع اقول لك اللي انت يا عيني يعني غلبان ومسكين وبيضحك عليك بسرعه. ازاي بقى؟ في حاجات في الماتش كده معينه، يعني لعيبه مضحوك عليكم فيها، مدير فني مضحوك عليكم فيها. يعني ازاي؟ في الجون بقى بتاع امام عاشور. امام عاشور ركز بقى معايا قوي. في الجون بتاع امام عاشور وسام ابو علي نزل يستلم من نص الملعب. المفروض ان نادي العين كان بيهاجم في الهجمه دي، فبيهاجم المفروض خط الدفاع بتاع نادي العين كله بيطلع على نص الملعب ويقف. ايه اللي حصل؟ اول ما الهجمه جات النادي الاهلي جاي يعملها مرتده، المدافعين بتوع النادي العين سابوا وسام ابو علي ورجعوا ورا خالص علشان حسين الشحات يجي يدخل مهاجم صريح، واسامه ابو علي يلف بالكره وعايز يشرب كوبايه شاي. يعني بيلف وعايز يشرب كوبايه شاي ومزاجه متفل له 14، والراجل جرى بيها وجابها جول. ادي اول حاجه يعني تبين لكم ان انتم مضحوك عليكم في مدير فني ومضحوك عليكم في لعيبه. تاني حاجه الجون اللي اسامه ابو علي جابه. يعني اسامه ابو علي جاب الجون ازاي؟ المدافع بيديها لاسامه ابو علي اسيست. يعني انتوا عندكم خط دفاع، ازاي اصلا تطلعوا ويجي لكم الجرأه اللي انتوا تطلعوا تقولوا هنكسب الاهلي وهنعمل في الاهلي بخط الدفاع ده يا جماعه؟ ثانيا خط الهجوم بيجي له حاجات سهله قوي ان هو يقدر يعمل جمل تكتيكيه يجيب جول. مفيش الكلام ده. فانت بقى ما تطلعش تقول ان انت هتكسب نادي الاهلي وتتكلم على نادي الاهلي. تعالى بقى خد اللقطه دي. حسين الشحات ويحيى عطيه الله عمالين بيلعبوا الاوت ويلعبها لبعض، ويجي يدي الولا كوبري ويمشي ويروح ويعمل 1 2. ايه يا جماعه انتوا فين؟ انتوا فين؟ انا مش شايف. يعني النادي الاهلي مش شايفكم. انت فين انت عشان تتكلم على النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي؟ يا جماعه اعرف حجم ناديه. انت كجمهور بتشجع العين، فمن حقك ان انت يكون عندك طموح، بس لازم برضو طموحك تبقى على قدك. تعرف انت بتتكلم على نادي مين وتعرف انت بتتكلم على ايه. يعني انا جايب لك حاجه واحده بس اثبتت انه مضحك عليكم في لعيبه ومدير فني. ما تنساش المتابعه واللايك وكومنت وشير يا اهلاويه. سلام.